محمد فضل ينصح إدارة الأهلي بحسم مصير ديانج بالتجديد أو البيع قبل يناير مثل ما حدث مع وسام. فضل يهاجم اللجان الإلكترونية التي تهاجم كل من يخرج من الأهلي ويطالب الخطيب بالتدخل. ارتياح كبير لدى ريبيرو بعد الفوز على البنزرت التونسي، وسعادة واضحة من الطبيب النفسي بثنائية تريزيجيه التي أعادت له الثقة بعد انتقادات الجماهير. محمد شريف يواصل التألق بتسجيل هدف والمساهمة في ركلة جزاء، ويحصل على إشادة كبيرة من الجماهير والنقاد. تحفظ من بعض النقاد على أداء جراديشارا لتركه منطقة الجزاء كثيراً، في حين أشاد الجهاز المعاون بأداء كريم فؤاد واعتبروه صفقة جديدة بعد عودته القوية من الإصابة. أسامة عرابي يشيد بشريف وفؤاد، ويرى أن شريف قادر على تعويض غياب وسام أبو علي، ويؤكد إعجابه بياسين مرعي رغم انتظار ظهوره تحت ضغط هجومي. النقاد يشيدون بالشكل الهجومي للأهلي في معسكر تونس، ويعتبرون أن ريبيرو يعيد صورة الأهلي المرعب، والمدرب سعيد بانسجام اللاعبين. ريبيرو يؤكد أنه مطمئن للمنافسة على كل البطولات ولا يشعر بأي ضغوط. الأهلي ينفي تعرض كريم فؤاد لأي إصابة جديدة، ويؤكد مشاركته الكاملة أمام البنزرتي. سخرية من جمهور الزمالك بعد الخسارة أمام وادي دجلة، وخالد الغندور يبرر بأنها مجرد تجربة ودية. تامر عبد الحميد ينتقد ضعف الخصوم الوديين للزمالك، ويعتبر الخسارة مؤشراً سلبياً مقارنة بفوز الأهلي بخماسيات على فرق تونسية. هشام حنفي يعتبر قلق جماهير الزمالك طبيعياً بسبب ضعف التعاقدات، ويعتبر أن الأهلي يمتلك تشكيلتين قويتين. شريف عبد الفضيل يشيد بتحركات محمد شريف وتألق تريزيجيه وزيزو وبن شرقي، ويؤكد أن هدف بن شرقي كان صحيحاً. مصطفى العشي سيكون ترتيبه متأخراً بين المدافعين حسب المباراة الأخيرة، والأداء العام للفريق كان مقنعاً. ياسين مرعي يعبر عن سعادته بتحقيق حلم الانضمام للأهلي، ويؤكد أن الأجواء التنافسية تساعد على التطور. زيزو تألق في مركز الجناح الأيمن وساهم بهدف تريزيجيه، والشناوي أنقذ كرة خطيرة وأثبت جدارته. بن رمضان يشكر إدارة البنزرتي على تكريمه قبل المباراة بعد وصول عرض له من قاسم باشا التركي. أحمد نبيل كوكا يبلغ الأهلي برغبته في الاحتراف بسبب صعوبة اللعب أساسياً. علي معلول رفض عرضاً من MBC مصر، وفضل اللعب للصفاقسي التونسي مقابل 500 ألف دولار ليصبح ثاني أعلى أجر بالدوري التونسي. أورلاندو ينفي شائعات انتقال موف كينج إلى بيراميدز الموسم القادم. إكرام الشحات يرفض عودة أحمد حسن كوكا للأهلي ويصفه بالهارب. عمرو السولية يوضح سبب انضمامه لسيراميكا كليوباترا، ويشيد بجو النادي واستقراره، ويؤكد رغبته في العودة لمستواه.